افضل مسلسلات في رمضان 2020 ودي سلسله حلقات، يعني الحلقه اللي بعديها تبقى افضل مسلسلات في رمضان 2019 وهكذا. ومن غير مقدمات كتير نخش على المركز الخامس. مسلسل اتنين في الصندوق، اخراج محمد مصطفى وتاليف لؤي السيد، ومن بطولة حمد المرغني ومحمد أسامة وبيومي فؤاد وانتصار ومحمود البزاوي. بيحاول اتنين اخوات ان هما يتجوزوا من بنتين بيحبوهم، وان هما الاتنين واحد فيهم نفسه يطلع مغني والتاني نفسه يطلع ممثل، ولكن شغلهم بيبقى ليه اثر سلبي على دوا. نشوف نتيجته في المسلسل، ولكن بعد مرور بعض الحلقات بنكتشف ان هما اولاد زعيم دولة. الحاجات اللي عجبتني في المسلسل الكوميديا اللي كانت موجودة في المسلسل، من افضل المسلسلات الكوميدية اللي نزلت في 2020 بدون نقاش. المسلسل فعلا على مستوى الكوميديا كان كويس جدا، والنهايه بتاعته جميله جدا، والريتم بتاعه مش هتحس معاه بملل رغم ان هو يعتبر 30 حلقه، بس ما وقعش فخ الملل بتاع مسلسلات رمضان. الاداء التمثيلي بتاع حمد المرغني ومحمد اسامه كان جميل جدا الصراحه، وبينهم كيمياء رهيبه. والاداء بتاع بيومي فؤاد وانتصار نفس الموضوع برضه، بينهم كيمياء مش طبيعيه، بالبلدي الكيمياء كانت عامله دور كبير في المسلسل ده، وقدموا مستوى كوميدي حلو جدا صراحه. الاغاني بتاعت محمد عدويه في المسلسل التتر بدايته النهايه كانوا جميل جدا صراحه، من احلى الاغاني اللي كنت بحب اسمعهم في 2020. فحقيقي فعلا هو مسلسل جميل جدا على مستوى الكوميديا والقصه اللي قدمها والريتم. ببساطه المسلسل يستاهل جدا انك تتفرج عليه. ونروح للمركز الرابع، مسلسل النهايه، من اخراج ياسر سامي ومن بطوله يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل واحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعي. بتدور الاحداث في عام 2121 في القدس. بيحاول مهندس للبحث عن ازمه الطاقه والقيود اللي بيفرضها النظام على الشعب، ولكن كل حاجه تتغير لما بيلاقي انسان آلي شبهه بالملي. المسلسل على مستوى الريتم كان جميل جدا صراحه وموفق، والاداء بتاع يوسف الشريف كان حلو قوي، والاداء بتاع سهر الصايغ، وركز على اداء سهر الصايغ كان جميل جدا في المسلسل، من احلى ادوارها حرفيا. واداء عمرو عبد الجليل برضه نفس الكلام، اداؤه كان جميل جدا في المسلسل. المسلسل يمكن عيبه الوحيد ان النهايه ما كانتش افضل حاجه، بس بشكل عام كده النهائي مسلسل جميل جدا واستمتعت بيه، يستاهل الفرجه ومن افضل مسلسلات 2020 بدون نقاش. ونروح للمركز الثالث، مسلسل البرنس، من اخراج وتاليف محمد سامي، من بطوله محمد رمضان واحمد زاهر وادوارد ونور ونجلاء بدر وروجينا. المسلسل بيحكي عن عائله البرنس، وبيسلط الضوء على شخصيه رضوان البرنس، واللي بيلاقي نفسه مسؤول عن العيله كلها بعد وفاه ابوه. حقيقي فعلا المسلسل جميل جدا، بالاخص على مستوى الريتم. محمد سامي هو اكتر مخرج ناجح في مصر على مستوى الريتم في مسلسلات رمضان، عارف يوزن معادله ان يكون ال 30 حلقه كلهم رتمهم كويس، بالذات في الكليف هانجر. في اغلب مسلسلاته بيقفل بالكليف هانجر حلو جدا يشوقك للحلقه اللي بعديها. عمل الحكايه دي في كذا مسلسل، حتى المسلسلات اللي كانت سيئه ليه او مش عايزين نقول سيئه، كانت ضعيفه نوعا ما، عارف يظبط حته الكليف هانجر وعارف يظبط حته الريتم. فالمسلسل على مستوى الريتم كان جميل جدا، وعلى مستوى الاداء التمثيلي ركز مع اداء روجينا واحمد زاهر. محمد رمضان برضو كان اداء تقيل جدا في المسلسل، بس اعلى حد في المسلسل هو احمد زاهر، شابوه فعلا على اداؤه في المسلسل ده. مسلسل تقيل جدا كدراما، كمعالجه دراميه، كريتم، كاخراج، كتمثيل، من كذا نقطه صراحه. حقيقي فعلا مسلسل لازم تتفرج عليه. مسلسل الفتوة، بطولة ياسر جلال واحمد صلاح حسني ومي عمر ونجلاء بدر واحمد خليل ورياض الخولي. المسلسل بيدور في حقبة الخمسينات، وده اللي خلى فيه كمية كادرات في المسلسل رائعة جدا صراحة. وبيتكلم عن الأهالي اللي موجودة هناك، والشخص اللي بيرقصهم أو الشخص اللي بيبقى مسؤول عنهم بيسموه الفتوة. أكتر شيء عجبني في المسلسل واللي كان بيهمني جدا صراحة الكادرات والتصوير في المسلسل كانوا تحفة جدا، والديكور والملابس، الديكور والكادرات كانوا ولا أروع، والأداء التمثيلي بتاع ياسر جلال كان جميل جدا، والريتم بتاع المسلسل رغم إنه 30 حلقة بس حقيقي فعلا ما فخ المط خالص صراحة. مسلسل يستاهل المشاهدة ومن أفضل مسلسلات رمضان 2020 بدون نقاش. ونروح للمركز الأول، المسلسل اللي كان جميل جدا صراحة، ويمكن أفضل مسلسل كوميدي نزل في رمضان في آخر 3 4 سنين، مسلسل بميت وش، بطولة نيللي كريم وآسر ياسين ومصطفى درويش وإسلام إبراهيم شريف دسوقي وعلاء رشدي. على مستوى الريتم كان جميل جدا صراحة، حرفيا الريتم كلمة ما وقعش قليلة، ما وقعش ولا دقيقة في المسلسل كله. 30 حلقة، 30 حلقة ريتم كويس، 30 حلقة بيقفل بكليف هانجر كويسة، 30 حلقة فيهم ضحك، 30 حلقة فيهم كيمياء عالية جدا. الأداء بتاع نيللي كريم، الأداء بتاع آسر ياسين، الكيمياء ما بينهم، الاداء حتى بتاعت الناس اللي واخدين ادوار ثانويه عاملين دورهم حلو جدا، رغم ان دورهم مش كبير بس كان مؤثر، وعلى مستوى الكوميديا كان ناجح جدا وموفق. مسلسل على مستوى الكتابه كان عظيم جدا صراحه، يستاهل افضل مسلسل في 2020 بدون نقاش. ايه بس كده، بعد الحلقه ما تنساش المتابعه، وسلام.